يا ظهري. أنا تعبانة. محدش حاسس بيا. أنا كأني شايلة العالم كله وهمومه على الفقرة الرابعة والخامسة، ولا حدش هيبص عليا ولا يعبرني. طبعا مين هيحس بيا في البيت ده؟ أنا اللي شايلة البيت كله على كتفي. كل حاجة أنا بعملها لوحدي، ولا حدش بيقول لي شكرا ولا عنك مرة. عايزة حاجة يا عايدة؟ حاجة؟ لا يا حبيبي، مش عايزة منك حاجة، كتر خيرك. أنا بس بفكر بصوت عالي مش أكتر. بفكر في عمري اللي ضاع من الغسيل والمسح، ادي الجواز وسنينه. يا نورة يا حبيبتي، هو في حد بيتعب في البيت ده قدي عشانكم؟ ايوه يا ماما. ماما ماما، العروسة بتاعتي ايدها اتقطعت يا ماما. اديني جبت الخيط والإبرة عشان اشوف اللعبة بتاعتك. شفتي يا حبيبتي، حتى العروسة بتاعتك اهو اتقطعت. الدنيا دي صعبة جدا. واضح ان انتي بختك زي كده. انا قلبي اتكسر مليون مرة ولا حد عارف يصلحه. خليني احاول اخيطها وان شاء الله تتصلح يا بنتي. كل حاجة انا لازم اصلحها في البيت ده. محدش بيعمل حاجة غيري. ماما ماما. نعم يا نورة حبيبتي. انا زعلانة عشان العروسة ايدها اتقطعت. خلاص بقى يا نورة، ماما قالت لك هتصلحها. مش لازم نعمل كل حاجة حوار ودراما. ما تبقيش دراما زي امك على طول. بلاش دلع. قالت لك هتصلحها يبقى خلاص. الواحد ما يعرفش يقرا الجورنال ولا يشرب كوباية شاي في البيت ده. مالك يا قلبي ماما بتعيطي ليه؟ محدش حاسس بيكي غيري انا، صح؟ انا عارفة الاحساس ده يا بنتي. احنا في البيت ده شفافين، محدش واخد باله منا خالص. محدش بيشوفنا غير لما نعيط ونقع خالص يا بنتي. في اليوم ده انا فهمت ان الغضب والزعيق مش بيجيب نتيجة، لكن الأنين الهادي والبكاء هو اللي بيجيب. فهمت ان ابويا مش بيشوف الزعل، لكن امي بتشوف الضعف. ومن يومها انا بطلت اقول انا زعلانة، وبقيت اقول انا تعبانة مظلومة محدش حاسس بيا. اكتشفت ان العكس هو اقوى سلاح ممكن تملكه. أنا مبسوط يا نورة إن إحنا خرجنا النهاردة. ده انا اللي حاسة ان الخروجة دي كئيبة، واصلا كلها هروب في هروب يا كريم. تاني هنقول نفس الكلام؟ انت عارف اول ما هتسيبني انا هرجع على السجن اللي انا فيه. سجن إيه تاني يا حبيبتي؟ اصل انت مش عايش عيشتي ولا عايش مكاني. انا هرجع البيت الاقي ماما بتشتكي من بابا، والاقي بابا بيتجاهلنا كلنا. انا طول عمري عايشه في وحده، وهفضل اعيش لوحدي طول العمر. انت عارف حتى وانا وسط اهلي بحس بالوحده، محدش حاسس بيا ولا مهتم بيا خالص. وحتى في الشغل يا كريم كلهم يا كريم بيتجاهلوني، كلهم يا كريم بيستغلوني ويرموا عليا الشغل يا كريم، ويرموا عليا الشغل يا كريم. وانا ما اقدرش اقول لهم لا، وانا ما عنديش اصحاب خالص. انا ماليش حد غيرك انت. بص اسمعي يا نورة، مشكلة الشغل دي سهلة. بكرة الصبح تروحي لمديرك وتقولي له أنا مش هقدر آخد مهام تاني زيادة. يا ريت ينفع. المدير اساسا شايفني ضعيفه، لو اشتكيت ولا اتكلمت هيقول لي انت مش بتاعت شغل، ممكن يمشيني اساسا. وموضوع زمايلك بقى اتكلمي معاهم بوضوح، حطي حدود معاهم. هيزعلوا مني وهفضل لوحدي اكتر من انا لوحدي كمان. انا يا كريم مش حامل اخسر حد تاني في حياتي. اشربي ليمون يا حبيبتي هديكي شوية. ده حتى الليمون يا كريم طعمه مر في حياتي كلها. بالنسبة لأهلك، إيه رأيك أقعد معاهم أنا وأتكلم مع والدك أوضح له الصورة؟ لا اوعى، ابويا لو عرف كده هيعمل مشكله كبيره، وهياخد فكره وحشه عني وعنك، والمشاكل هتزيد. يا كريم الوضع معقد اكتر مما تتخيل. خلاص يا كريم ما تتعبش نفسك، انا عارفه حظي كده في الدنيا. واضح ان حياتي ملهاش حل، وده قدري بقى هقبل بيه يا كريم. ونقول مسا على الناس الكويسة والمتفلسفة والمتفزلكة. في فيلم اسمه بريشس، وبطلة الفيلم دي بنت صغيرة اسمها بريشس، عايشة في جحيم رهيب. أم بتضربها، أبا بيستغلها، ومجتمع كله عامل نفسه مش شايف حاجة. بريشس ما تعرفش يعني حب ولا حتى أمان، بس تعرف حاجة واحدة بس في حياتها، يعني وجع ويعني أذى. الفيلم ده مش مجرد قصة حزينة، ده في الواقع درس عملي في صناعة الضحية.
ازاي الام اللي اتظلمت بتعيد انتاج الظلم في بنتها، ازاي اللي اتكسر بيكسر اللي بعده عشان يحس ان هو لسه اقوى. كمان زي ما شفنا في سكتش نورة الصغيرة اتعلمت نفس الدرس، اللي بيعيط بيتشاف واللي بيتكلم بيتعاقب. بس السؤال الحقيقي مش ليه بريشس بقيت ضحية، لكن السؤال بجد هل ممكن واحدة اتولدت في المصنع ده تخرج منه اصلا؟ وهنا بتبدأ رحلتنا، رحلة البحث عن اول مسمار في ماكينة الضحية. ما تنساش يا فزلوك الصغير تعمل لايك وشير للفيديو دوت، وتعمل سبسكرايب لو بتشوفني على اليوتيوب، عشان انت عارف ايه اللي هيحصل لك مني. انا مش بشحت منك ولا نصاب، انا بعمل دور ضحيه ومحتاج منك بس فنجان اسبريسو دبل شوت. اهلا بيك يا فزلوك الصغير في حلقه جديده من برنامج فزلكه وشويه دردشه، واللي بنناقش فيه مواضيع نفسيه وروحيه واجتماعيه. المره دي والمرات الجايه هنتكلم فيها عن دور الضحيه في مثلث الدراما. عارف يا فزلوك الصغير، كلنا بنحب نسمع قصص الابطال اللي بينقذوا العالم ونسقف ليهم، بس في قصه تانية بنحب نعيشها، قصه المظلوم اللي العالم كله جاي عليه. ده بيجيب تعاطف وريتش اعلى. اصل البطوله يا فزلوك الصغير محتاجه مجهود، اما المظلوميه فكل اللي محتاجاه تنهيده بسيطه وحزن وبكا في الوقت المناسب. الضحيه مش مجرد شخص حصل له حاجه وحشه، ما كلنا بنتعرض لمشاكل وصدمات ومآسي ووجع وفقد كل يوم تقريبا. لكن مهم جدا قبل ما نكمل كلامنا نفرق بين حاجتين مهمين. في فرق كبير بين الشخص اللي تعرض لوجع ومأساة وصدمة حقيقية في حياته، وبين الشخص اللي حول الظلم والوجع لهوية لحياته طول الوقت. كلامنا النهاردة عن النوع الثاني اللي بيلعب دور الضحية، اللي بالنسبة له بقت هوية، لابسة نظارة سوداء وبيشوف كل العالم متآمر ضده. الضحية في الواقع مش الشخص اللي بيعيش حياته، هو بيعيش مأساته ووجعه وبيفتكر ده عمر. فاكر دور المنقذ؟ المنقذ ده في الواقع مش بيعيش حياته، هو بيعيش حياة الناس وبيفتكر ده عطاء. يعني المنقذ هويته مبنية على اللي بيقدمه، لكن الضحية هويتها مبنية على معاناتها ومأساتها اللي بتعيشها والاستسلام فيها. يعني العلاقة يا فزلوك الصغير بين الضحية والمنقذ ماشية بنفس مصر كده. انت كويس؟ طب استنى هخربها لك عشان نرجع نحس ببعض. بس يا فزلوك الصغير محدش بيتولد شايل يافطة مكتوب عليها أنا ضحية. الضحية زي أي دور بنتعلمه في أول وأهم مسرح في حياتنا اللي هو البيت والأسرة، وبنلعبه بعدين باللاوعي. زي ما شرحت خالتنا أليس ميلر في كتابها العبقري The Drama of the Gifted Child، الطفل بيتعلم من بدري جدا إيه المشاعر المسموح بيها وإيه المشاعر الممنوعة. في بيت الضحية الطفل بيتعلم درس خطير جدا، مشاعرك القوية اللي زي الغضب والفرح مزعجة، لكن ضعفك وعجزك بيجيبوا اهتمام والكل طبطب عليك. فلو فرحان يقولوا لك صوتك عالي، مالك مهايبر ليه كده؟ ولو زعلان يقول لك بطل دراما. لكن لو عيان او مظلوم الكل بيتلم حواليك كانك بطل قومي راجع من الحرب. فاكر يا فزلوك الصغير زمان لما كان حد كده يتعب يروح للدكتور فالناس كلها تتلم وتروح له، فحد يطلع يقول ده بس بيختبرنا ويشوف غلاوته عندنا قد ايه؟ من وقتها الطفل بيفهم ان التعب والمرض بيجيبوا تعاطف. الطفل ده بيكتشف ان العجز قوه، بيشوف امه بتسيطر على ابوه بتنهيده بحزن بشكوى، فبيتعلم ان الشكوى مش مجرد فضفضه، دي استراتيجيه، ويبدا يربط الحب بالشفقه والاهتمام بالالم. ومن هنا بيتخرج اول طالب من اكاديميه فن المظلوميه. يعني بدل يا فزلوك الصغير ما يطلع السلم يفضل تحت ويقول لك انا بحب الرؤيه من القاع. وهنا بنوصل للجوهر النفسي للمأساة. وزي ما بيقول دكتور محمد طه في كتابه لا بطعم الفلامنكو، بيوصف الشخصيات دي وصف عبقري جدا. بيقول انهم في طفولتهم اتعرضوا لفترات طويله جدا من الاحتياج النفسي الفطري، الاهتمام والشوفان، للدعم النفسي، ومحدش كان موجود معاهم. الجرح ده بيخليهم يكبروا وهم حاسين بفجوه جواهم، ولما حد يحاول يقرب ويساعدهم بجد بيحصل حاجه غريبه. دكتور محمد طه بيكمل ويقول انهم بيحسسوا اي حد بيحاول يساعدهم يحسسوه بالذنب والتقصير، وكأن عقلهم الباطن بيقولوا له كنت فين من زمان، خلاص ما عادش ينفع. الجرح بقى أعمق من أي محاولة للشفاء. عشان كده يا فزلوك الصغير الضحية مش مجرد شخص بيشتكي، دي روح اتعودت على الخذلان لدرجة إنها بقت ترفض أي محاولة للإنقاذ. في الواقع جروحنا مش بس عايزة تتشفي، لكنها كمان عايزة تتشاف. والضحية للأسف بتفضل في مرحلة إنها عايزة تتشاف وتتسمع للأبد، لأنها عمرها ما اتشافت بجد وهي طفل. الموضوع دوت بقى فن يدرس على السوشيال ميديا. في ظاهرة اسمها أبولوجي فيديو، يعني فيديو الاعتذار. لما شخص مشهور يعمل غلطة ويتريق على حد، ينتهك حد، بيطلع في فيديو بكى واعترافات وتنهيدات. الغرض الحقيقي من الفيديو ده مش التوبة، لكن استرجاع تعاطف الجمهور ليه، وإعادة بناء الصورة كشخص ضعيف ونادم بدل مذنب وقوي.
ودي على فكرة نفس استراتيجية الضحية بس بإنتاج احترافي وإضاءة درامية وبشكل حديث. وزي ما بتقول بول، ومع الوقت المأساة دي بتتحول لهوية. في ناس كتير عايشين جوه قصة وجعهم وخيبتهم لدرجة انهم يترعبوا يخرجوا بره الدور ده، يفضلوا يكملوا في تعاستهم على انهم يجربوا حكاية جديدة. خليك فاكر ان المقاومة اللي جواك بتكلبش في اي حاجة انت تعرفها وما بتسيبهاش، حتى لو الحاجة اللي انت عارفها دي معذباك. في النهاية فزلوك الصغير اللي شفناه النهاردة ده مسرح الجريمة، المكان اللي اتولدت فيه شخصية الضحية. فهمنا ازاي التربية والبيت بيحولوا طفل بريء خالص لشخص بيلاقي امانه في الضعف والعجز. لكن السؤال الاهم، ازاي نعرف ان احنا بنلعب دور الضحية واحنا كبار دلوقتي؟ وايه هي العلامات والاشارات اللي تفضح دور الضحية المتخفية حوالينا؟ ده بالضبط اللي هنعرفه الحلقة اللي جاية لما نحط كتالوج الضحية تحت الميكروسكوب. فخليك مستعد، واحذرك انك تخاف وتقلق على نفسك. استناني الاسبوع اللي جاي فزلوك الصغير في برنامج فزلكة وشوية دردشة، واللي هنكمل فيه كلامنا عن دور الضحية. ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو دوت، ولو بتشوفني مع يوتيوب تعمل سبسكرايب.